السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. مساء الخير. مين فيكم اللي لسه ما عملش بسكوت العيد؟ تعالوا بقى اقول لكم على شوية بسكوت، والله يا حبايبي ولا غلطة. ممتاز ممتاز ممتاز، مقرمش وتحفة بجد. اول حاجة كده انا جبت 400 جرام سمنة او كوبايتين اتنين لو انت هتعملي بمج او حاجة. حطيت عليهم 100 جرام سكر، انت لو هتحطي بالكوباية حطي كوباية ونص، لو انت هتعملي بمعلقة هتحطي بالمعلقة في الكوباية حطي كوباية ونص، لو انت هتغلفي كده بالكوباية لان الكوباية تبقى مضغوطة حطي كوباية الا ربع. حطيتهم كده غلفتهم شوية لان انتوا عارفين المكعبات العجان مش هيضربوا اكتر، انتوا لوحدهم الاتنين مع بعض كده وبعدين انتوا ممكن تاخد من ضربه مع بعض كده الحكم بقى ان انتوا محتاجينه، وبعدين تحطي قلب كده كل بيضة يا حبايبي كنت بحطها لوحدها لحد ما تتحط كل بيضة شايفين القوام كريمي خالص ازاي. دلوقتي انا حطيت الخمس بيضات، كل بيضة لوحدها بالتدريج كده، كل بيضة تختفي معايا كنت بحط البيضة التانية. لو انت هتعملي بايدك يعني اعملي اول بيضة وبعدين لما تختفي خالص معاكي وانت بتضربي بايدك اعملي التانية كده. خلاص كل السوائل بتاعتي خلاص انضربت معايا، لسه هحط اللبن. انا حطيت له يا حبايبي 8 معالق لبن كبار. 8 معالق اللبن الكبار دولت حطيت عليهم كيس برتقال. لو انت جيتي تحطيه وحسيتي ان اللبن راب معاكي ما تقلقيش، دي حاجه طبيعيه خالص. حطيه برضو على الخليط، قلبيه كويس في اللبن. 8 معالق لبن بالمعلقه الاكل كده، وقومي حطاهم وحط عليهم الكيس الفروتي وقلبيهم كويس، وقومي حطاهم في الخليط ينضربوا كويس مع بعض. شايفين انا دلوقتي دوبتهم وحسيت ان هو تقلوا، بس ما تقلقيش. دلوقتي حطيتهم على الخليط وهضربهم مع بعض جامد. يلا حبايبي اللي ما اشتركش معانا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان بتخلي ريحه جميله قوي في قلب البسكوت، بتديله نكهه وريحه جميله قوي. دلوقتي خلاص الخليط كل معايا بقى جاهز ومش محتاج اي حاجه. نزلت بالدقيق كله مره واحده، وانت بتنزلي بالدقيق يا حبيبتي لو عندك العجان لازم تغطيه لان هو هيعفر معاكي وينيل الدنيا. لو انت هتعملي بايدك دلوقتي خلاص سبته ينضرب مع بعضه، ودلوقتي خلاص بقى جاهز معايا. شايفين العجينه بتاع البسكوت بقت ناعمه جدا ازاي وطريه، ولا بتلزق في الايد ولا اي حاجه. خلاص دلوقتي بقت جاهزه ان انا اشكلها. خدتها قلبتها في البوله كده علشان تبقى جاهزه معايا. غطيتها بقى سنه كده على ما ما اوضب الحاجه اللي انا هقطعها بيها.
جبت المكنه بقى وعلقتها وجبت السيجان ووضبت حاجتي علشان ابدا ان انا اقطع. ما خدتش معايا اي حاجه والله بجد. الحاجه في البيت ما تستهونيش بيها. بتبقى انت بس تقعدي تقولي ايه ده الحاجه، لا ده هتاخد وقت، لا ده مجهود والحاجه ممكن تبوظ مني. لا لا والله بجد، اعملي حاجتك في بيتك نظافه وواثقه منها وطعم وتطلع جميله جدا. دلوقتي خلاص شغلت الفرن وحطيتها فيه، بقيت اقطع والفرن شغال معايا بحيث ان انا اخلص على طول. ما خدوش مني، يعتبر والله ما خدوا مني ساعه. البسكوت يا حبايبي ما بياخدش وقت في الفرن. انت بتسخني الفرن من فوق وتحت على درجه حراره 160 او 170، وبتحطي في الشبكه اللي في النص. دلوقتي خلاص الكميه معايا بقت جاهزه وخلصت خالص اهي استوت. شايفين السوا وشايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ ولا القرمشه بتاعتها جميله جدا بصراحه. النشا مخليها مقرمش بطريقه جميله. دلوقتي جبت علبه بقى جردل كده من عندي، جرادل صغيره كده، وحطيت في قلبها كيس ورصيت بقى البسكوت بتاعي في قلب الجردل ده بالراحه كده علشان ما يتكسرش معايا. رصي كده بس. اهم حاجه تحطي الكيس لان الكيس ده بيحافظ عليه، بيخليه يفضل لاخر واحده مقرمش. اي حاجه عندك، اي بلاستيكايه، اي علبه، اي صفيحه، والله في غطا اخضر عندك حتيه كنت بخزنه عندك. الصفيحه بتاعه السمن، بجيبها واغسلها كويس واقوم مخزناها يفضل لاخر واحده مقرمش. شايفين الكيلو معايا عمل قد ايه؟ كميه قد ايه عمل معايا؟ داخل على كيلو، يعني 2 كيلو الا ربع بسكوت من كيلو دقيق. جربيه يا حبيبتي واعملي كل حاجتك في بيتك. دلوقتي بقى قلت ايه، افرح الاولاد، ازين لهم شويه كده بالشوكولاته. جبت شوكولاته وسيحتها، حطيت لها معلقتين لبن ومعلقه زيت وحطيتها في الفرن في الميكروويف تسيح. وبعد كده ايه، ساحت معايا، قلت ازين منها شويه كده بالشوكولاته، وطلع جميل جدا بصراحه. وطعم الشوكولاته عززه قوي وخلاه طعمه جميل. جربوه ان شاء الله مش هتندموا. الطريقه دي جميله جدا وهتفرح اولادك. واملي بيتك بالخير كده وبريحه الكحك. كل سنه وانتم طيبين. شايفين شكله بقى جميل جدا وطعمه بقى مختلف. ده بقى طعم وبقى طعم، ده طعم تاني تعتبر ده بالشوكولاته والتاني بالفانيليا. طب انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، بس كده.